نعرف شيء عن هذا المكان. تعالوا خلونا نشوف. فارسي 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 نو فارسي. شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله كراسي بهترين. شكرا. عارف اماكن الوضوء في الحرم؟ الله ربي. الله ربي. الوضع صار مختلف تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايبي. أنا الآن توني طالع من صحن المطاف. أجواء الحرم اليوم أجواء جدا جميلة ورائعة. راح اليوم أفرجكم على مكان أنا متأكد أنه أغلبكم ما يعرف شيء عن هذا المكان. تعالوا خلونا نشوف. هذا هو المكان. أنا متأكد أنه أغلبكم اللي الآن تشوفوني ما تعرفون شيء عن هذا المكان. هذه مواضع موجودة داخل المسجد الحرام، كثير ما يعرف شيء عنها. يزور الحرم ما عنده أي خبرة أو ما عنده أي فكرة عن هذه المواضيع. خلونا الآن نسأل الناس برضو هم عارفين شيء عن هذه المواضيع ولا مو عارفين. تعالوا نشوف مع بعض. عارف أماكن الوضوء هنا في الحرم؟ ايوه عارف. فين؟ برا المسجد الحرام. ايه خارج الحرم. خارج الحرم، نعم. في أماكن وضوء داخل الحرم ما شاء الله. وفي أماكن وضوء خارج الحرم في الحمامات. يعني ما أعرف شيء. هناك أماكن داخل الحرم وهناك أماكن خارج الحرم لتجديد الوضوء. تعرفون ان الواحد كان اذا يبغى يتوضا لازم يخرج خارج الحرم ويروح دورات المياه الخارجيه عزكم الله، بس الان الوضع صار مختلف تماما. ومن حرص حكومة المملكة على خدمة قاصدي بيت الله الحرام والتسهيل عليهم، ومع التوسعات الحاصلة والتجديد في المسجد الحرام، أصبح عندنا 5 مواقع لتجديد الوضوء في الحرم المكي الشريف. في رواق المسجد الحرام وعند مداخل الأبواب الرئيسية توجد المواقع ال5 المخصصة للوضوء. الموقع الأول معانا باب الفتح، تحت الدرج مباشرة المواضع الخاصة للرجال وخلفها المواضع الخاصة للنساء. أيضا عندنا باب الملك عبد الله نفس الطريقة، المواضع الخاصة للرجال تحت الدرج وخلفها المواضع الخاصة للنساء. ويتكرر الوضع معانا برضو في باب العمرة وباب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز. الآن جاء الختام، وزي ما عودتكم حبايب قلبي في كل حلقة نعرف خدمة جديدة وسر جديد من أسرار الحرم المكي الشريف. على بركة الله ألقاكم على خير، في أمان.